ازيكم معاكم أدري. اللي متابع حلقة إبراهيم فايق كده بعد مداخلة كمان رئيس نادي إنبي. هو عمل 3 مداخلات. أحمد دياب، مسؤول كان في نادي فيوتشر في توقيتها، متحدث رسمي باسم مجلس الشباب والرياضة، ورئيس نادي إنبي. الخلاصة قالها رئيس نادي إنبي: الخطأ اللي حصل لأحمد رفعت يقع كله عاتقه على مسؤولية إدارة نادي فيوتشر، مش أي حد تاني. اللي في توقيتها كان أحمد دياب هو المسؤول. القصة كلها إن أنت لما تطلعتوا تصريح السفر الأمني بتاع الجيش لأحمد وكان طالع على مهمته الأفريقية وهو في الترانزيت، اتبلغ إن هو هيطلع على دبي، وما كانش فيه تصريح. كان لازم يرجع مصر الأول ويطلع له تصريح تاني يطلع بيه على دبي، وده ما حصلش. مطلعوه من الترانزيت من الدولة الأفريقية على دبي دايركت، وبالتالي لما رجع وقعت عليه المسؤولية القانونية، وفي الآخر بيلبسوها له.